بعد ما طلب محامي كفر العمدة من النيابة تفريغ الكاميرات في لبنان، فيتم تبرئة كفر العمدة من قضية المخدرات. هو أصلا كان متأكد إن هو طالع بريء، بس كان بيفكر في موضوع عايدة، فكانش عاوز يتضح الصورة، وهي فعلا قال عليها طليقته، وهي هيطلقها في الحلقة، لأن هيطلب من سيف ولما قابله في السجن ان هو يراقب له عايدة كل تصرفاتها وكل حركاتها. وعايدة اصلا ندمت ان هي حجزت جعفر العمدة، وقالت لبنت خالتها الكلام ده، ان هي ندمانة على جعفر ان هو دخل السجن وان هو بريء. وبعدها تروح لكارم عشان تقوله ان يطلع جعفر العمدة من القضية وان هو بريء، وخاصة لما عرفت ان الموضوع فيه اعدام. ففي التوقيت ده بيراقبها سيف وهيشوفها وهيروح يحكي لجعفر العمدة على اللي كارم هيتخانق معاها ويقولها انت مجنونة، انا مش هعمل كده، انا ما صدقت ان انا سكنته. هي تقول تنتقم منه، الاتنين هيشتوا قصاد بعض، فتروح عايدة البيت. وبعدها يخرج جعفر من السجن وهيتخانق مع شوقي اول ما يقابله. وبعدها يروح هيلاقي عايدة في البيت، فيواجهها بكل حاجة وهيطلقها. فعايدة تقوله انت السبب، يعني ان انت ما ادتنيش الفلوس عشان اخرج ابويا، وانا كنت بنتقم لابويا وهو دلوقتي مات، هعمل ايه دلوقتي بالفلوس؟ بعدها عايدة تروح عند بيت بنت خالتها تتذكر كل شيء كان ما بينها هي وجعفر، وان هي حبته فعلا، وان هو كان بيحميها من حاجات. في المشهد التاني بعدها يروح جعفر لسيد ويقول له ان انا جبت لك حقك يا سيد وما تزعلش، وان وداد ديت اصلا هي اللي خسرانه مش انت، وانت انسان طيب. وهيستسمحه وهيبوس على راسه، فيقول لهم انا هدخل انام. فيدخل امه هتقول له خلاص روح انت نام يا سيد، وخلي بالك من نفسك يا سيد، وما تزعلش على وداد ديت متستهلكش. فبعدها تقول لجعفر والله اتبهدلنا كتير يا جعفر، اتمرمط بكرامتنا الارض. فيقول لها انا جبتلك حقك يما. فتروح تشوف سيد فهتلاقيه ميت، فتفضل تصوت وتلطم. ويدخل عليها جعفر يقول لها في ايه يما؟ تقول له اخوك ميت، اخوك مات من الزعل والحزن على وداد. والجميع هيدخلوا على السيد هيلاقوه ميت، وهيبدأوا في حالة صدمة وعياط وصراخ، والجميع هيكون في حالة انهيار وبكاء، ومنهم نعيم ودلال ونرجس وسرية كمان. يعني هيكون جعفر خلاص منهار نفسيا، وهيروح يدفنه، وهيحس ان ظهره اخوه الكبير وسنته في الحياة مات، ما بقاش فضل اللي هو بس لأمه. فبعدها نعيم هيروح له ويقول له حقك عليا يا اخويا، اختي هي السبب، هي اللي عملت كده في سيد. فيقول له خلاص ما في، حصل خير يا نعيم. وهيفضل مقهور على اخوه ويبكي على اخوه سيد. بس دي كانت نهاية الحلقة 20. فقولوا لي تحت في التعليقات ايه توقعاتي، كان صح ولا لا، واشوفكم على خير، الى اللقاء في فيديو جديد، سلام.